بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز، وان شاء الله النهارده فيديو جديد استكمالا لموضوع الاجراءات اللي احنا بناخدها في الطياره، وليه الناس بتستغرب ان احنا بنعمل بعض الاشياء منهم فتح الشباك وقت الاقلاع ووقت الهبوط. خليكم معايا لاخر الفيديو، هقول لكم معلومات مهمه جدا عن الموضوع ده. اهلا بيكم مره تانية. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن موضوع الشباك بتاع الطياره. ليه مضيفين الطيران ومضيفات الطيران بيطلبوا من الركاب وقت الاقلاع ووقت الهبوط ان لازم يكون شباك الطياره يكون مفتوح؟ الموضوع دوت بيعمل مشاكل كتير جدا في الطياره، لان في بعض الركاب ما بتحبش حد يطلب منهم فتح الشباك. فالنهارده انا جاي اشرح لكم بعض النقاط، ايه السبب ان احنا بنخلينا نفتح الشباك وقت الاقلاع ووقت الهبوط. خلينا في البداية ان احنا لازم نقول ان مفيش اي امر او اي اوردر بيطلع من الكابين كرو للركاب بغرض ان هم يضايقوهم. فاكيد كل امر بيطلب من الركاب اكيد وراه اسباب معينة، مش بس موضوع الشبابيك، في كل حاجة، حتى الحزام، حتى موضوع التدخين، كل حاجة ليها سبب وراها لازم نكون عارفينه، عشان واحنا بنعمل الموضوع اللي بيطلب مننا دوت نبقى عاملينه على اقتناع، ما نبقاش بننفذ الاوامر وخلاص واحنا مش عارفين ليه بنعملها، او حتى يبقى جواك ضغينه كده من الكابين كرو اللي بيقول لك لو سمحت افتح الشباك، فانت على طول هتسمع كلامه لما بعد كده تعرف كل الاجراءات دي بتتخذ ليه، ان شاء الله عن طريق مجموعه من الفيديوهات هنعملها على القناه. فخلينا في البدايه واحنا نبدا الرحله من اولها. انت بتخش الرحله وخلاص وقعدت وتمام وخلاص، الطياره ابتدت تتحرك على التاكسي واي، وهتبتدوا تدخلوا على الران واي. فقبليها جه الكابين كرو قال لك لو سمحت او لو سمحتي ممكن تفتح الشباك اللي جنب حضرتك. طبعا بره دلوقتي الدنيا شمس مثلا، فانت في شمس جنبك فمضايقاك، فانت تقول له لا انا اسف مش هفتح الشباك بتاعي. فهو مش بيطلب منك عشان يضايقك، دي نقطة لازم تكون حاططها في دماغك. في حاجة في عين الإنسان اسمها إنسان العين. إنسان العين دوت لازم يكون واخد على الإضاءة اللي حواليه، يعني لما بيكون في كمية إضاءة كبيرة حواليك، إنسان العين بيقفل على قد ما يقدر عشان يستقبل كمية ضوء معينة تسمح له إن هو يشوف بطريقة طبيعية. وكمان برضو في نفس الوقت لو الدنيا ضلمة حواليك، إنسان العين ده بيفتح علشان يقدر يستقبل أكبر كمية إضاءة جاية من بره، عشان برضو يقدر يحاول يشوف بطريقة طبيعية. لما بنيجي نعمل إقلاع بنحاول على قد ما نقدر يبقى الجو الخارجي زي الجو الداخلي في الكابينة، عشان لو لا قدر الله حصل أي إخلاء تبقى أنت على طول عينك ما يحصلش فيها موضوع العمل المؤقت دوت. في لحظة فتح باب الطيارة لو الدنيا ضلمة جوه وانت طالع على شمس، هيحصل لك حاجة اسمها العمل المؤقت أو العمل اللحظي بسبب تغيير درجة الإضاءة. فهتعمل لك مشكلة وقت الإخلاء. انت ممكن الثواني المعدودة اللي انت ممكن شايفها حاجة قليلة دي، لا دي حاجة كبيرة جدا، ممكن حد ينقذ حياته بسبب الثواني دي. اذا برضو معرفناش ليه نفتح الشباك. لو احنا بالنهار الرحلة نهارية، ساعتها انت بتحتاج تفتح الشباك، لان انت محتاج الضوء اللي بره دوت يوازن انسان العين زي ما قلنا. ولو احنا بالليل هتلاقي الكابين كرو برضو بيقول لك افتح الشباك، وهو داخل الكابينة هتلاقيه اوتوماتيك بيضلم نور الكابينة علشان الاضاءة جوه تبقى زي الاضاءة بره، بسبب اللي انا قلته لكم من شوية. طيب هل هو ده بس السبب الوحيد اللي احنا بنفتح علشان الشباك؟ لا طبعا. الطيارة كبيرة جدا، بيبقى فيها من 200 ل 300 كرسي، وبيبقى فيه حوالي من 8 ل 10 او 15 كابين كرو. هل ال 15 كابين كرو عينيهم زي ال 300 راكب؟ اكيد لا طبعا. لما الركاب بيكونوا قاعدين جنب الشباك بيبقوا باصين بره، فاي حاجه ممكن تحصل هم على طول زي كاميرات المراقبه، اللي هتلاقيه بيصوت، اللي هتلاقيه بينده للكابين كرو يقول لهم الحقوا ده في مشكله بره، ده في انجن مثلا، في لا قدر الله حريقه، ده في مثلا طيور خبطت في الانجن او في جناح الطياره، اي مشكله ايا كانت يقدروا يبلغوا عليها، وتبقى بمثابه عيون او 300 عين بصه بره عشان تبقى مساعده للكابين كرو. كمان الكابين كرو بيبقى قاعد باصص بره ويقدر يحدد ايه اللي بيحصل بره، فيقدر على طول يبلغ الكابتن لو في اي مشكله
نحلها او نتوقف قبل الاقلاع، لان المشاكل فوق حاجه والمشاكل على الارض حاجه تانية. برضو في سبب ثالث احب اقوله لكم، ان هو لو لا قدر الله حضرتك قافل الشباك اللي جنبك واحنا لسه على الارض او في مرحله الهبوط، ولا قدر الله حصل حادثه او كراش، عربيه خبطت في الطياره فحصل حريقه، لو طياره تانية جايه بسرعه مختلفه او حصل اي غلطه ايا كانت والطيارتين خبطوا في بعض فسبب الموضوع حريقه، او سبب كمان ما قدرتوش تفتحوا ابواب الاخلاء عشان تقدروا تخلوا منها الطياره، فبيجي الفريق الاسعاف وفريق الانقاذ من بره الطياره، بيبقى فيه علامات على جسم الطياره من الخارج، دي بتسمح للمنقذين ان هم يقصوا من عندها. دي مش هتبقى تعمل عائق ليهم لو استخدموا المكنه اللي هي الصاروخ دي عشان يقطعوا ويقدروا يدخلوا لجوه الطياره عشان الابواب ما بتتفتحش. فتخيل حضرتك يعني لو حضرتك قافل الشباك اللي جنبك والشخص بتاع الانقاذ ده بيقطع بمكنه زي مكنه الصاروخ دي من بره ومش شايف جوه لان انت قافل الشباك، انت متخيل المشكله اللي ممكن تحصل لك؟ يعني انت ربنا انقذك من حادثه طياره، ولكن ممكن تتاذي بسبب ان انت قفلت شباكك علشان انت مش عايز تبص بره. الموضوع ده ما فيهوش حريه شخصيه على الارض وقبل الاقلاع بعد الاقلاع تقدر تفتح زي ما انت عايز، وقبل الهبوط لازم هتسمع الكلام وتفتح شباكك، لكن وقت الرحله انت حر تقفل شباكك تفتحه، انت حر. يا رب اكون وضحت لكم ايه السبب في موضوع ان الكابين كرو او مضيفين الطيران بيطلبوا منكم تفتحوا الشباك قبل الاقلاع وقبل الهبوط كمان. يا ريت تسمعوا كلامهم عشان الموضوع دوت بيبقى مهم جدا بالنسبه لهم، وما تاخدش من وقت الكابين كرو كتير، لان هو بيبقى قدامه ناس كتير مطلوب منه ان هو يقول للناس دي كلها ان هي تفتح شبابيك الطياره. فارجوكوا ساعدوهم، ولو انتوا مضيفين طيران خليكوا واحده واحده مع الناس، ما حدش يتعصب على الركاب. الناس دي ممكن يكون فيهم ناس كبيره في السن، ممكن تكون ناس اول مره تركب طياره، فواحده واحده على الركاب كده عشان ما حدش يزعل منكم وما يكتبش فيكم تقارير. دي خلي بالكم من النقطه دي، هبقى اقول لكم عليها بعدين ايه اللي يقدر يعمله الراكب في الكابين كرو لو الكابين كرو غلط في حق اي راكب من الركاب، ودي حاجه ما فيش كابين كرو هيقولها لكم غير عندنا في القناه ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.